السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح مساء الخير، حياكم الله يا وجيه الخير. كيف حالكم؟ طيبين؟ إن شاء الله تكونوا طيبين. والله أنا خمطش يعني. طبعا أنا ماشي في الطريق الآن وجتني كذا فكرة، فحبيت أن أنا أنطقها وأسجلها سواء نشرته أو ما نشرته. المفصعين في هذه الآونة الأخيرة يظهر لنا كل شوية فيديو تمام عن المفصعين، وخصوصا في منطقتنا منطقة منطقة السلام الذي يعرفها في الشرق والغرب لكثر مغتربيها ولخضارة أرضها وإلى آخره. على العموم المفصعين، نتحدث اليوم عن المفصعين. طبعا ترجمة لإخواني العرب، المفصع هو هذاك الشخص المتبختر الذي حصل له قرش ولا قرشين ولا ربي أنعم الله عليه بالمال وروح يعني يستعرض به أمام غيره من أول حاجة على أهله وجيرانه وأخوانه وإلى آخره. فهذا معنى المفصع يا إخواني العرب. حتى عندكم موجودين المفصعين موجودين في كل دولة، يعني ما ولا عندنا زيادة، بس هنا نعتبرها دخيلة كذا ما نحس إنه كان طبعنا في الصاع. فهذا هم المفصعين. إخواني الكرام، المفصع هذا بشكل عام يعني أدي لكم كذا نقطة على السريع. هو يعوض النقص اللي فيه. كيف؟ يعني تلاقي مثلا راح يشتغل طبعا سواء في السعودية، في أوروبا، في أمريكا، في أي مكان، في أي دولة. طبعا المغتربين كثير تعرفين اللي موجودين بكل مكان. فأحيانا يحصل على شغلة يكون فيها عليه ضغط. كيف ضغط؟ ضغط يعني إنه شيء ما اعتاد عليه، فيحس إنه فيها نقص، فيجلس يتكابد وتمتلئ حتى إذا سافر إلى وطنه بدأ يسوي فينا أو يسوي أمامنا إنه عن تربي شداد يقطع الحديد. تمام؟ يستعرض سواء بالمال أو باللبس أو بالحركة أو زي ما قلنا لكم بشراء السلاح أو أي شيء. تلاقي إنه إيش؟ نادر على الآخرين. تصرفاته وتحركاته ليست كالمعتاد الذي ألفنا عليها في منطقتنا وفي بلادنا المتواضعة، التي مهما كان الرجل، مهما وصل إلى رقم قياسي في البنك ومخزون مالي كثير، تلقاه يعني متواضع ومحترم وما يزيده إلا رفعة. تمام؟ فالإخوة هؤلاء المفصعين بعضهم شكلهم بيني بينكم اللي في أوروبا أو في أي مكان، مع احترامي للنزهاء والنبلاء والإخوة الذين يعني شرفونا يعني صراحة في مغتربين، أقسم بالله أنك تفتخر بهم. أنا أحكي عن المفصعين فقط، فالإخوة الثانيين قلبوا على جنب. أنا أحكي عن المفصعين. المفصعين هذولا أحيانا شغالين في أوروبا، بعضهم مربي كلاب. تمام؟ متعودين إنه عندنا الكلب مكانه برا، يعني خارج البيت أو حارس، تعطيه بقايا الأكل، بقايا عظام الدجاج أو إلى آخره. يجي هناك في في أوروبا وإلى آخره ما يأكلون إلا لحوم، أحيانا يدوا له من الصدر للكلب. تمام؟ فتجي له زي الغيرة أو كذا ويقول لك يعني بعضهم مربين كلاب. والله العظيم أنا ما أتحدث إلا عندنا، أنا أقصد حتى المغتربين بشكل عام، سواء حتى من إخواننا العرب. كثير في عرب برضو كذا، أنت لما تيجي تتناقش مع إخوانك العرب في ناس كذا يقول لك والله في واحد كان مشتغل في أوروبا وكذا إلى آخره. فتلاقي لما يروح بلاده يتذكر ويبدأ يعني يفرض عضلاته ومدري إيش، وأنا من نظر الأعمى وأنا شغال هناك أحسن شغلة ومش عارف إيش، هو حالته حالة. يعني باختصار شديد أن المفصع هذا يعوض النقص الذي كان في الغربة وفي أثناء ادخاره للمال وأثناء شغله. يعوضه وين؟ في عندما يسافر ويفصع أمام الآخرين. والله إنه في مغتربين دخلهم دخل قوي. تمام؟ إذا سافر اليمن نعرفهم، أنا حتى لو راح سوق القات وعنده أصدقاء وذا، والله أثناء شرائه يرحل على جنب يقول معلش أنا في معي كذا وبرجع لكم، يروح يشتري قات سرنا الإخوة الآخرين، ولما يجي عندهم يقولون بكم خزنت يجيب أقل سعر، ويقول السعر أحيانا دبل، احتراما ليش؟ للإخوة اللي موجودين معهم. وإذا الله نعم عليه ما يقصر حتى مع أصدقائه، وإن كان وضعه مستور الله يسترنا ويستر الجميع. فهذا حال الناس اللي احنا اللي نفتخر بهم، الناس المحترمين الذين يكونوا كالنخلة كل ما ارتفعت وتنقبض طيب الثمر. ودخلني لهنا إلا كان في سيارة. المهم خلاصة الكلام، أتمنى لكم الصحة والعافية، ونرجو من الإخوة المفصعين احترام أنفسهم وذاتهم، ويعودوا إلى طبعهم ويعودوا للبيئة التي نشأوا فيها. احنا نشأنا على بيئة محترمة، نشأنا على بيئة
متواضعة، نشأنا على بيئة أخلاقية، نشأنا على بيئة تحترم الآخر وتقدر الآخر وتعطف على الصغير وتحترم الكبير. فأتمنى منهم عندما يذهبون ويشتغلوا أي شغلة، عادي الشغل عمره ما كان عيب، الشغل ما هو عيب، بس لا تقولش تعود تروح خالد عندنا عند ترمي شداد. هذا أتمنى لكم الصحة والعافية وتحياتي لكم في أمان الله، مع السلامة.